في الفيديو اللي فات قلت لك على شويه اخطاء بيعملوها السباكين اثناء اللحام، ده الجزء الثاني، وهقول لك على شويه تانيين. ساعات البضاعه او المواسير دي بتكون في المخزن فبتلم تراب وشوائب، مهم جدا قبل ما تلحمها في بعضها تنظف الاتربه والشوائب الموجوده عليها، عشان ساعات اللحام نفسه بيفك ما بيمسكش كويس. المواسير عموما من كتر التخزين قطرها نفسه بيتغير، فلما تيجي تلحم المواسير في بعضها او المواسير في الاكسفار بتاعها بتلاقي الدبلتين نفسهم بتاع اللحام مش مخدمين على بعض كويس، لان مقاسهم مختلف وكمان شكلهم مختلف. فمهم جدا ناخد بالنا من النقطه دي، ولو الماسوره نفسها قطرها بايظ او متغير يا ريت نرميها ونشتغل بحاجه ثانيه افضل. ما ينفعش تلحم مواسير من شركه مع مواسير من شركه ثانيه مختلفه، كل شركه وليها الخامه بتاعتها، ومعامل التمدد الحراري بتاع كل شركه مختلف، وقدره تحمل الضغط بتاع كل شركه برضه مختلف. فارجوك بلاش توفر وتستخدم مواسير او بضاعه اتبقت معاك من شغل قديم قبل كده. السباك على فكره بيعمل كده احيانا عشان يوفر ويعلي مكسب، خصوصا لو هو اللي شايل المواسير دي. اشتغلت بي ار يبقى كله بي ار، اشتغلت شريف او اكوا ثيرم يبقى كله من نفس الشركه. سيب الفيديو عندك واستنى الجزء الثالث. انا محمود مختار وده كان فيديو النهارده. سلام.